حبايبي أخباركم إيه؟ وحشتوني. معاكم رانيا فضفضة قلبي مع رنوش. النهارده نبدأ حكاية جديدة من فضفضة جديدة. أنا كنت فاكرة إن الحب هو الحل، هو المفتاح لكل حاجة حلوة في الجواز. بس للأسف اتجوزت عن حب، ودلوقتي كل يوم بصحى وأنا ندمانة. ليه؟ علشان الشخص اللي حبيته مش هو الشخص اللي اتجوزته. طبعا كل واحد فاكر الجواز ده حاجة حلوة، لكن كل واحد بقى بيبان على حقيقته. خطيبك جوزك بقى بيبان عصبي نرفوز، لكن في الخطوبة بيعمل لك كل حاجة حلوة عشان انت ترضيه، وانت برضو بتظهري كل حاجة حلوة ليه. لكن في الجواز كل واحد بيبان على حقيقته. تعرفنا على بعض في الشغل، كان لطيف وكلامه حلو، طبعا ما لازم لطيف وكلامه حلو، وبيهتم بيا وبيسأل عليا. قلبي اتعلق بيه بسرعة، وكل الناس حواليا كانوا بيقولوا دي قصة حب بجد. ممكن يعني الأيام الخطوبة هو بيبقى حب ولفلفة وحاجات حلوة كتير، لكن الجواز مسؤولية وشيل وفتح بيت، وبيفكر في كل كبيرة وصغيرة. عشان كده ممكن هو اتغير في النقطة دي. اتجوزنا وبدأت الصدمة. أيوة كده، بقى عصبي، كل حاجة بتزعله. بقيت حاسة إني بمشي على قشر بيت. طبعا هو دلوقتي يعني لو اي حاجه ماشي، انا جيتي ضربت 100 جنيه، ليه عايزه ال 100 جنيه؟ ليه؟ كان ايام الخطوبه لا يا حبيبتي خدي اللي انت عايزاه، انا تحت امرك. لكن الجواز لا، كل واحد بقى بيحاسب الجنيه. الكلمه اللي كنت بقولها زمان عادي بقت بتعمل مشكله. بقى بارد، مش بيسأل، مش بيسمعني، وكأنه شخص تاني. حاسه ان انا يعني اتخميت فيه. حاسه الشخص اللي انا اتخطبت له مش هو الشخص اللي انا اتجوزته. الله اعلم ايه السبب. كنت بقول يمكن ضغوط الحياة، يمكن الشغل، بس أنا بدأت أتعب. طب ما الشغل ده أنت بتقولي هو عارفك من الشغل، يعني الشغل ده على طول معاه، مش جديد عليه. قعدت مع نفسي قلت هل الحب كفاية؟ لقيت إن الحب لوحده مش بيكمل الجواز. فعلا الحب لوحده مش بيكمل الجواز، في حب وفي شيل مسؤولية، وفي لازم البني آدم اللي قدامي يكون العشرة. أهم حاجة في الحب العشرة. ممكن أنا خدت واحد ما بحبوش، بس ما عشرتش ليه، حسيت له بني آدم من جواه طيب وكويس. وخدت واحد بحبه جدا، ممكن يطلع، معلش سوري يعني، يطلع عيني ويبهدلني. الحب مش كل حاجة، الحب مش بيفتح بيت. لازم احترام، لازم امان، لازم حوار. انا النهارده بحب نفسي اكتر، وعارفه ان الاستمرار في العلاقه المؤذيه مش بطوله. بس كمان مش اي خلاف معناه طلاق، فعلا مش اي خلاف معناه طلاق. يعني انت برضو اهدي، مش معقول معاملته اتغيرت ليكي اللي انت تطلبي الطلاق عشان معاملته اتغيرت ليكي. اقعدي اتكلمي معاه، قولوا له يعني اتفاهموا مع بعض. قولوا له اللي انت ايام الخطوبه انا مش حاسه باي حاجه من اللي انت بتعملها، الحب اللي ما بيني وبينك راح. اعرفي ايه السبب، راح ليه؟ ايه اللي خلى الحب يروح ما بينك وبينه؟ ما تقوليش ظروف شغله. اقعدي افهمي، اتكلمي معاه بالراحه مره واثنين وثلاثه، افهمي. يمكن هو مش واخد باله من اللي هو هيضيعك من ايده، وهو فعلا بيحبك، بس زي ما تقولي ضغوط الحياه والشغل، وعايز يبقى مثلا لو في بيبي جاي في الطريق عايز يعمل له مستقبل، عايز يعمل حاجه. ممكن هو ده اللي غير معاكي. اقعدي افهمي منه الاول واتكلمي معاه. لو انت زيي متجوزه عن حب وندمانه، خدي نفس نفس واسالي نفسك. انا بصراحه يعني لو خدتي كنت واخده عن حب جوزي، هقعد اتكلم معاه، اقول له ايه اللي اتغير ما بيني وبينك عشان احس ان مفيش اهتمام، مفيش علاقه زي الاول. هل هو اتغير ولا انا كنت شايفه بعين الحب بس؟ برضو دي فعلا ممكن انت كنت بتحبيه اكتر منه، وبتتغاضي عن حاجات كتير هو بيعملها وانت مش واخده بالك. وطبعا لما اتجوزتي كل ده ظهر، اللي انت خلاص انت خلاص بقى وشك في وشه، عارفه مشاكلك وعارفه مشاكله. لكن ايام الخطوبه هو بيجي لك يقعد مثلا ساعتين معاكي في كل اسبوع. طبعا الساعتين دولت مش حاجه يا جماعه، بتتكلمي كل شويه في التليفون، مش هيبين لك عصبيته، مش هيبين لك كل ده. هو ايه هيعيش معاك اللفلفه وكل حاجه. هل المشكله ممكن تتحل لو اتكلمت معاه بصراحه؟ اه ممكن تتحل. اللي ما تتحلش ليه؟ احنا نفكر فكريه بالايام اللي كانت ما بينكم حلوه. ممكن هي السكينه سرقاه. ولو هو بيقلل منك، بيهينك، بيوجعك كل يوم. طبعا لا، لو هو بيهني وبيوجعني ليه ليه يعني بيوجعني ليه بيهني؟ هو ملوش غير عندي الاحترام، هو انا ليه عنده الاحترام؟ مفيش اهانه. لو العلاقه فيها فرصه تتحسن حاولي، لكن لو خلاص انكسر جواكي حاجه ما تكمليش علشان نظره الناس، كملي علشان قلبك، او انسحبي عشان كرامتك. فعلا انت لو حسيتي
اللي انت بتحبيه قوي كرامتك هتروح، مش هيبقى في كرامه ما بينكم. ليه؟ هتتغاضي عن كل حاجه غلط بيعملها، وكل ما تيجي تكلميه هو هيطلع فيها اكتر. لو انت حاسه للعلاقه دي وهو بيجي عليكي وكرامتك، يبقى بلاها. اتكلمي معاه، فهميه، اديله فرصه مره واثنين وثلاثه، ولقيتي نفسي هو ما بيعمل معاكي، ما بيستجابش لكلامك ولا بيغير من نفسه، يبقى هو معلش عيشه كده احسن من بدل ما تجيبي عيال وتتبهدلي. ودي كانت فضفضتي النهارده. قولوا لي في الكومنتات، هل الحب كفايه عشان الجواز ينجح؟ وافتكري دايما قلب غالي وما ينفعش تعيش وانت مكسوره. ده اللي انا بقوله. مع السلامة، استنى ان شاء الله كومنتاتكم على الحلقة دي، ويا رب يكون عجبتكم، وقولوا لي بتتابعوني من انهي بلد. مع السلامة، فضفضة قلبي مع رنوش.